السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. معاكم انا دينا من قناة كيدز كورنر وفيديو جديد. فيديو النهاردة عن الانشطة المدرسية، والنشاط بتاع النهاردة ان شاء الله يعجبكم زي ما هو عجبني. هو شكله بصراحة حلو قوي قوي في الطبيعة، مش عارفة انتوا شايفينه دلوقتي في التصوير ايه وكده. يلا بينا نشرح النشاط على طول مع بعض عشان ما اطولش عليكم الفيديو. يعني النشاط بتاع النهاردة عن الكواكب الشمسية. طبعا نزل فيديوهات كتير جدا عن طريقة عمل مجسمات للكواكب الشمسية او المجموعة الشمسية بكور ومجسمات ومش عارف ايه، فانا حبيت ان انا اسهل عليكم الموضوع يعني، واعمل لكم طريقة اسهل شوية وابسط شوية، وهي عن طريق الطباعة. وطبعا شغلها مش بيتكلف كتير ومش بياخد مجهود كتير وكده. عملت بوكس الاول. نبدأ من تحت. بوكس من النصبيان. انتوا عارفين النصبيان هو عبارة عن كرتون مضغوط، مش عارفة هعرف اوريه لكم اهو. قفلته كده وبعدين غلفته بالفوم. طبعا الالوان اللي بنستخدمها في الكواكب الشمسية او المجموعة الشمسية الاسمر والازرق، علشان يبقى مدي الجو بتاع السماء والفضاء والحاجات دي يعني. فغلفته من فوق بالازرق ومن الجوانب بالاسمر كده، وبعدين طبعت بقى الشكل بتاع رائد الفضاء ده. ودخلت برضو معاه الفوم، علشان الفوم طبعا زي ما احنا عارفين وقلنا قبل كده ان هو بيجذب الالوان بتاعه، بتجذب يعني عيون الاطفال وكده فهيحبوها. دخلت معاهم الشمس بالفوم، وبعدين الكواكب اهي طبعتها وقصيتها برضو كلها طباعة الوان. انتوا بتنزلوا الاشكال اللي انتوا عاوزينها والرسومات اللي انتوا عاوزينها من على جوجل او من على اي برنامج بتاع صور وكده، وبتروحوا على مكتب الطباعة او اي مكتبة فيها طباعة وبتقولوا له المقاسات اللي انتوا عاوزينها وبيطبعها لكم، وبتفرغوها بقى. وبعدين بنلزقها. بنديها طبعا الورق بتاع الطباعة بيبقى خفيف، عايزينها متينة شوية عشان تستحمل، فبديها من الظهر كده. نخلي ده كده، انا عامله لكم واحد كمان. بنلزقها من الظهر من هنا كده، بديها طبقة بلزق عليها كانسون يعني عشان يديها متانة شوية زي ما انتوا شايفين اهو. وبعدين بفرغها وبعملها بلزقها على عيدان الشيش طاووق، ورحت لازقاها حوالين الشمس على اساس ان الكواكب بقى كلها حوالين الشمس وكده بالترتيب الطبيعي بتاعها. مش عارفة، ايوه كده واضح اكتر بالترتيب بتاعها بقى من القريب للبعيد. عملت واحدة بالانجليزي اهو، وده العنوان طبعا والاسماء انجليزي. وعملت دي بالعربي، ادي برضو العنوان ودي الاسماء بالعربي. طبعا الرسمة الكبيرة هي اللي شايلة كل ده، فلازم يبقى التحميل بتاعها زيادة شوية. طبعا انا حطيتها على كانسون زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين رحت مدياها طبقة من ورا بالنصبيان. مش كلها طبعا نصبيان، بس خدت الهيكل يعني، عرضت من فوق شوية على اساس ان الحتة دي اعرض من تحت، وخدت رسمة بتاع رائد الفضاء الرجل يعني وكده، قصيتها بحيث ان هي ما تبقاش طبعا باينه من قدام اهي. وبعدين ثبتها من هنا كده زي الحامل، زي الفكره بتاع البرواز بتاع الصور كده، بيبقى ليها حامل من ورا بالكرتون. انا عملتها برضو بالنصبيان علشان تبقى واقفه ومتينه معانا. والعنوان برضو عملته بنفس الطريقه، شكل الصاروخ من ورا عملته بنفس الطريقه برضو، والطفل يقدر يشيلها. شايفين طبعا انا بعمل فيها ايه وبهزها وبشرح لكم عليها، فان هي ثابته ومتينه وخفيفه. قلت فكره جديده ومختلفه شويه عن الفكره بتاع الكور الفلين او الكور بتاعنا
انا كنت منزله لكم الفيديو، هسيب لكم الفيديو بتاع الشكل التاني بتاع المجموعه الشمسيه في صندوق الوصف الخاص بالفيديو ده. كنت عاملاها بالكور بتاع الضغط بتاع الايد دي، والكور بتاع البنج والحاجات دي بالمقاسات بتاعها. طبعا هنزل لكم برضو هحط لكم اللينك بتاعها. شوفوا الطريقه دي ولا الطريقه دي اسهل، وانهي شكلها اشيك معاكم والطفل هيبقى حاببها اكتر يعني. بس مش عارفه في حاجه تانية ناقصه ان انا هشرحها لكم ولا لا. انا هنا استغليت الحته بتاع ان انا حاطه شكل صاروخ جنب رائد الفضاء، وكتبت عليها الاسم طبعا والفصل وتحت اشراف مين والتفاصيل دي فكره برضو، بحيث ان انا مش عايزه الزق هنا مثلا الاسم او ابوظ الشكل العام، فعملتها في الجزء ده، او فكره برضو عشان تستفيدوا منها. هستنى بقى رايكم في الكومنتات، مش هطول عليكم اكتر من كده. قولولي رايكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس على كل عشان يوصل لكم كل جديد. ولو في نشاط معين مش عارفين تعملوه او عايزين فكره عنه او عايزين افكار او صور، اكتبولي في الكومنتات وانا هنزل لكم كل الحاجات دي باذن الله. باي باي.